السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما ابدأ كلامي يا ريت ندعي لاخواتنا ان ربنا يصبرهم ويربط على قلوبهم ويشفي جرحاهم ويرحم شهدائهم انه ولي ذلك والقادر عليه. ويا ريت تكمل الفيديو للاخر لانه مهم جدا 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 وفيه كلام يهم الجميع. انا بس عاوز افهم ايه اللي بيحصل وايه الفايدة اللي هتعود عليكم لما تتكلموا وتشتموا الراجل ده. خالد مرتجي من امبارح بعد مباراة كرة الطايرة لسيدات الاهلي والزمالك في بطولة افريقيا اللي فاز بها نادي الزمالك، طبعا الف مبروك لنادي الزمالك ويستحق بصراحة. اتفرجت على المباراة كلها وهو يستحق. كل جمهور الزمالك بلا استثناء شتموا الراجل ده، شتموا خالد مرتجي علشان كان فرحان الفرحة دي زي ما انتم شايفين في الصورة كده قدام حضراتكم في شوط من الاشواط اللي كان متقدم فيها النادي الاهلي. حاجة قمة سوء الاخلاق والبجاحة ما تتوصفش. الاهلي بقاله 21 سنه بيفوز في الدوري المصري وانت كسبت مره يتيمه وفرحان بيها ومحدش كلمك ولا جه جنبك. افرح لفريقك لكن ما تشتمش حد، ولو ان جمهور الزمالك ما بيعرفش يفرح. طبعا انا بقول الكلام ده مش كل جماهير الزمالك، انا قلت ان دي لعبه ملهاش اي 30 لازمه في الدنيا، وانا كلامي ده كله موجه للناس اللي مش بتحترم نفسها. انا ليا اخواتي وحبايبي زملكاويه، ناس محترمه جدا، وانا اخويا زملكاوي والله العظيم، ولكن في ناس بتفهم كوره وقبل ما يكونوا بيفهموا في الكوره بيفهموا في الاصول. اعزي اصحابي زملكاويه وبنحفل على بعض وبنرخم جامد جدا، ولكن من غير تجاوز للحدود، لان ده مش في قاموسنا كمشجعين لعبه زي الكوره او اي لعبه تانيه. فاللي بيحصل ده مرفوض نهائي. والله انا مش بشتم حد ولا موجه حاجه لشخص بعينه، ولكن ملهوش لازمه انك تشتم حد علشان بس فرح وهو بيشجع فريقه اللي بينتمي ليه. انا عامل الفيديو ده وعارف ان في زملكاويه محترمين هيشوفوه ويفهموا انا اقصد ايه بكلام. مش بقولك ما تفرحش، لو ما فرحتش بمكسب فرقتك تبقى مريض، لازم تفرح عادي، فريقك كسبان لازم تفرح، ولكن افرح من غير ما تشتم حد. انا كنت هاخد سكرينات لناس تجاوزت في حق الراجل ده بطريقه وحشه جدا جدا وهمجيه جدا، انما اكيد الكل بيشوف ومعاه النت، وقليل جدا اللي مش متابع اللي بيحصل في السوشيال ميديا والاساءات اللي بتحصل من جماهير النادي الاهلي اولا ومن جماهير نادي الزمالك. انا عاوز اقول لك ان حتى لو الكلام ده وصل لخالد مرتجي عضو النادي الاهلي ولا هيفرق معاه ولا هيرد عليك ولا اي حاجه من الكلام اللي انت متخيله انه هيشوف الكلام ده وهيرد عليك ويطلع يقول فلان قال وفلان عاد، فهتلاقي نفسك بتنده في ملطه ولا حد شافك اصلا. فالمطلوب منك تشجع وتحفل على اخوك الاهلاوي وانت عارف ومتاكد ان مش كوره ولا لعبه اللي هتزعلكم من بعض. وكذلك جماهير النادي الاهلي، حفل واضحك مع اصحابك الزملكاويه براحتك بدون ما تغلط في حد. والله يا جماعه الموقف اللي هحكيه لكم حالا ده حصل معايا. عندي 5 من اصحابي وهم الشله كده بالبلدي يعني، فمن فتره كبيره جدا يعني من سنين طويله كنا بنتفرج على مباراه اهلي وزمالك مع بعض، مش فاكر بالظبط كانت في اي بطوله بس اعتقد انها كانت في بطوله الدوري. الاهلي ساعتها فاز. انت متخيل بقى ان ال5 اصحابي دول منهم واحد بس زملكاوي، ومن يومها ما بنتفرجش على مباراة اهلي وزمالك مع بعض علشان في اليوم ده احنا حفلنا بزيادة جامد جدا، ولكن هو اقسم بالله انه مش هيتفرج معانا تاني على مباريات اهلي وزمالك. ولكن برضه اخوات واصحاب وبنتكلم في الكورة وبنحلل المباريات مع بعض بعد المباريات يعني، وبنحفل على بعض على النت وبنتكلم في التليفونات لو ما فيش فرصة اننا نتقابل يعني بعد المباراة، لان اللي بينا اكبر من لعبة. ملخص اللي انا قلته لو حضرتك كملت معايا الفيديو والشاهد من كلامي ان حضرتك كمشجع ما تخليش ربنا يغضب عليك بسبب كلمة مش كويسة في حق حد ما فيش بينك وبينه اي حاجة ولا موقف حصل بينك وبينه. وفي النهاية يا ريت تدعي لاخواتنا ان ربنا ينصرهم ويسدد رميهم ويربط على قلوبهم إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين آمين آمين. وما تنساش لو عجبك الفيديو تدعمني بلايك واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. والسلام عليكم.